السلام عليكم البنات. ندخلوا في الموضوع على طول. معنا واحد جنيوحات او الاكتفات ديال الدجاج متبلين تتبيله زوينه. انا كنت كنتبلهم شحال هادي ونديرهم في الفريغ، ولكن هاد المره كنت عيانه وقطعت الدجاج صافي ودرتهم غير هكا دابا نتبلهم. المهم تقدمي مع شويه الروز، طبعا هذا الروز المصري المشهور عندنا في بلاصه الخبز. كندير معاه واحد صينيه الخضار السوطي، يعني الخضر مخلطه كلها. خليكم مع الفيديو البنات حتى الاخر، راها اكله زوينه واقتصاديه وغزاله راه في كل بيت. انا كنشد الفراخ او الدجاج كنقطعهم، كناخذ منهم الصدر وكنفصل ديك الدجاجه، ناخذ منها الصدر ناخذ منها الفخياض وهذه. فانا عندي هاد الجناوح بالكتف ديالهم كان زوين. قلت علاش لا اليوم ما نديروش مع هاد الصينيه ديال الخضر. البنات لايك 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 لختكم، واللي ما مشاركش القناه يشارك، وندوزو لطريقه التحضير ونقول بسم الله. راه تبارك الله كلشي عارف. كيف ما كتشوفوا البنات كنقول لكم انا هنا ها جناوح تبارك الله، كل جنوح يا جنوح. راه الدجاج ملي كنجيبو كبير كنديري بحال هكا، كناخذ الصدر منه صافي وكنبقاو عندي بحال هكا جنوحه. مثلا هاد الجنوحه مرات راه اللي ما شافش الفيديو يدخل الفيديو عندي، راه كنديرهم كنتاكي، كنديرهم مرات غير بالصوص، كنديرهم بالبشاميل، يعني بزاف الطرق. غير اليوم درتهم الصوينيه بوحدهم، ولكن راه جاو غزالين يا ربي. صافي خديت هنايا البنات الطنجره، حطيت الكتف ديال الدجاج، الكتف وليد بيه الكتف ديال الحولي، جناح ديال الدجاج. صافي درت معاهم شويه الابزار، شويه الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال الكمون، ما تكثروش. غير انا كنعز عليا الكمون مع الدجاج. راه هو الكمون في الجن كيف كتشوفوا. غنحط عليه السبعي دابا هو، شويه الملح وشويه البابريكا راك عارفين التوابل ديال مصر، الله ينفعنا ببركه. المهم ما علينا. صافي هنايا عندي القزبره، عندي واحد جوج دروس ديال الثوم وبصله صغيره، يعني خلطت كلشي مع بعضياتهم ودعكت هذاك الجنيوحه ديال الدجاج. يعني المفروض هاد التتبيله انا كنتبلهم صراحه وكنحطهم في كيس في الفريزر كيف قلت لكم. مع جاوني الدجاج وداك الشيء البارح الحمد لله، وخليت هاد الجناوح هادو على برا صراحه، ماشي على برا في الثلاجه، وكتعصر عليهم الليمون مزيان، عرفتي صابحين رطبين غزالين. صافي البنات وريتكم هنايا السمنه او السمنه البلدي او الزبده البنات. المهم بغات دير الزيت ديري، بغا عندك الزبده ديري عندك، ولكن انا اليوم رشقات لي البنات. انا فرحانه وكنوريكم. الا مشيت نجيب الخضر او داك ديال السلطه، لقيت اختي الليمون، كيقول لك الليمون مستورد، الليمون اللي هو الحامض ديالنا المغربي او الحامض اللي هو الاوروبي. المهم فرحت بزاف، مشيت جبت فلفل الوان وداك الشيء. صافي ملي لقيتو فرحت بزاف. هذا السيد هذا حدانا هنا ما كنتش كنعرفو الصراحه، وانما كاع داكشي ديال الشلاضه داكشي الغريب او ديال برا صراحه تلقاي عنده بحال تلقاي راسك في المغرب. المهم البنات ديالي خدي البنات ديالي ويلي ناري انا زعما كنبقى نهضر الله يستر. هذاك الطبيسي اللي كان فيه العطريه خديت فيه شويه الماء وكبيته باش هذاك الدجاج يدير في التشرميله ديالته. صافي البنات نحطو على النار او على البوطاغاز. داك الدجاج غادي يبدا يطلق داك الماء، انما انا ما بغيتوش يطلق من الماء ديالو باش ما يبقاش. انا جهزت البوطه وشحرته مزيان عاد باش غادا نحط فيه نص او معلقه صغيره ديال السمن البلدي. البنات راه السمن ماشي هو السمن، البنات اللي في مصر عارفين، لكن اللي برا يقول لك شنو هو السمن البلدي. الا هي الزبده البلديه او الزبده او الزبده. عندك الزبده ديرها، عندك هذه ديرها، عندكش اختي ديري على الزيت. صافي خديت هنايا خلطه ديال الخضر، اللي عندك الخضر في الثلاجه ديريها. انا خديت فلفل الوان، خديت بصيله، جوج ميطيشات، وخديت قرعه اللي هي القرعه الخضاريه اللي هي الكوسه كنقولها الكوسه، وخديت بطيطه، وخديت عندي شي جلبانه مع خيزو. البنات اللي ما شافونيش كيف كنخزن الجلبانه وداكشي راه البنات اللي شافوا. ايوا اختي هذا الموسم ديال الثوم، راه باقا ما درت كاع الثوم، راه خديت معها واحد جوج فصوص. ايوا صافي ها هي الجلبانه مع خيزو اللي البنات رجعوا الفيديوهات وشوفوا كيفاش كنخزن. المهم بنات راه في القناه ديالي عندي بزاف ما تستافدوا منه، داكشي اللي كنديرو في داري وداكشي اللي تعلمته في دارنا واللي تعلمته هنا راه كنشاركو معكم. كنتمنى من الله انكم ديروا لايك، واللي ما تسجلت في القناه اشتراك، وديروا لي ابوني، وجزاكم الله كل خير. هاد القناه البنات نديروا والله حتى مونسه بها، وعلاش لا الا ما ربي رزقني منها، علاش لا. كنتمنى من الله اي وحده الله يرزقها الذريه الصالحه، والله يرزقنا ويرزقكم الصحه، واللي باغي الذريه الله يرزقه. صافي البنات شوفوا كيطلع معلك وزوين. البنات اللي مجوجين المصريين راهم عارفين الا ما كان الدجاج محمر ما ياكلوش، باش تحطي لهم غير هكذا بحال التغميره ما ياكلوش ليا. السلام عليكم.